ازيكم؟ انا بنت عندي 29 سنة، بحب واحد متجوز. هو زميلي في الشغل، هو بيحاول يقرب لي، بس انا عاملة نفسي ان احنا بس في الشغل تعامل شغل، ولكن حرفيا في كل المواصفات اللي انا كنت بتمناها لاي شخص ارتبط بيه. يمكن الفترة اللي فاتت دي كلها ما ارتبطتش بحد عشان ما كنتش لقيت المواصفات اللي بقول لكم عليها، ولكن هو في الشغل بيحاول يقرب لي وانا عاملة نفسي ان انا مش واخدة بالي. في مرة كان بيتكلم وبيقول ان انا بحب مراتي جدا، بس مفيش مشكلة أو مفيش علاقة إن أنا ممكن أتجوز عليه، وكان بيتكلم على تعدد الزوجات والكلام من ده. فأنا طبعا مش عارفة المفروض إن أنا أقرب له وارتبط بيه، ولا المفروض إن أنا أعمل إزاي. أتمنى منك إن أنت تقولي بشكل عقلاني المفروض أتصرف. خليني أفكرك، لو حضرتك أول مرة تشوفني من على الفيسبوك ما تنساش تشير الفيديو، ولو حضرتك بتشوفني من على اليوتيوب ما تنساش تفعل زر الجرس وتشترك في القناة. بص أنا هقولك رأيي، بلاش تحطي نفسك في زوجة تانية، لان اكيد مش هتستحملي. مفيش واحدة بتحب تكون بصراحة ان يكون زوجها شريك مع حد تاني، هتتبهدلي وهيفضل بقى. وبعدين زي ما بيقولوا بالبلدي كده، الكلام معلهوش جمارك. يعني ممكن اي واحد تحس ان هو افاتار في الكلام، ولكن ساعة الجد بيبقى بيقدم تنازلات وبيبقى الموضوع مش ظريف. فانا شايف من وجهة نظري زي ما انت ما قلتي ان انت مستنية الفترة اللي فاتت دي عشان تلاقي المواصفات، اكيد مش هيجيلك الشخص كامل. يعني انت المفروض ان انت مستنية فارس يجيلك بحصان ابيض بقى والكلام ده، لا خلينا على ارض الواقع. اختار الشخص اللي هيكون فعلا ليكي بس، مش مع حد تاني. ده وجهة نظري بمنتهى الوضوح.